لما لاحظ إن البنت بطنها بدأت تكبر. فطبعا بدأ يسأل الغفير، البنت أصلا مش متزوجة، يعني مش متجوزة ولا الكلام ده كله، إزاي بطنها كده؟ فطبعا عرف إن هو بيعتدي عليها أو بيمارس معاها طبعا علاقة. على طول طبعا بلغ الشرطة، والشرطة طبعا على طول قبضت عليه وحققت معاه وتم حبسه 4 أيام. وطبعا كان مهدد البنت ان هو يعني ما تفضحش امره وما تقولش لحد، وكان بيعمل كده طبعا في الاوقات اللي هو مش شغال فيها، يعني اثناء اللي هو ايه، الوقت اللي هو فاضي فيه. ولكن ما فكرتش في لحظة ان دي بنتك، شرفك، عرضك؟ ما فكرتش ان البنت دي في يوم من الايام هيجي لها عريس ويتجوزها؟ ما فكرتش ان دي المفروض ربنا وصاك عليها، ان انت كده يعني دي بنتك ما تجوزلكش؟ هو انا مش عارف اقول إيه الصراحه يعني بجد، ولكن يعني عايز اوصل رساله بس يعني لكل اب ولكل اخ او لكل واحد للاسف الشديد بيفكر في حاجه زي دي. يعني فكر انت هتاذي حتى دي، يعني حد منك، حد روحك دمك، بنتك، شرفك، عرضك، اختك، تدي عليها او بيمارس معاها طبعا علاقه. على طول طبعا بلغ الشرطة، والشرطة طبعا على طول قبضت عليه وحققت معاه وتم حبسه 4 أيام. وطبعا كان مهدد البنت ان هو يعني ما تفضحش امره وما تقولش لحد، وكان بيعمل كده طبعا في الاوقات اللي هو مش شغال فيها، يعني اثناء اللي هو ايه، الوقت اللي هو فاضي فيه. ولكن ما فكرتش في لحظة ان دي بنتك، شرفك، عرضك؟ ما فكرتش ان البنت دي في يوم من الايام هيجي لها عريس ويتجوزها؟ ما فكرتش ان دي المفروض ربنا وصاك عليها، ان انت كده يعني دي بنتك ما تجوزلكش؟ هو انا مش عارف اقول إيه الصراحه يعني بجد، ولكن يعني عايز اوصل رساله بس يعني لكل اب ولكل اخ او لكل واحد